السلام عليكم. معانا وصفة السمك البلطي بالصلصة النهاردة، هنعملها بطريقة جميلة قوي قوي قوي، هتعجبكم جدا. وكمان معانا رز الصيادية، هقول لكم ازاي بيطلع بلون خطير وطعم يجنن. النكهة بتاعته احلى من بتاعة المطاعم. تعالوا نبدأ الفيديو ونشوف عملنا ايه. اول حاجة السمك بتاعنا نكون غسلينه كويس جدا من بره ومن جوه، وعاملين فيه فتحات كده عشان يتشرب التتبيلة كويس. معانا التتبيلة بتاعتنا معلقة كبيرة من الثوم، والبهارات ملح وفلفل وكمون وبهارات سمك، وممكن نستبدل بهارات السمك برشة من الكاري والكركم ورشة من الجنزبيل. وممكن نستغنى هي فلفل وكمون بس، يعني على حسب الموجود معانا في البيت هنستعمل. ومعلقة من الكزبرة الخضراء والفلفل الحامي على حسب طبعا الرغبة. بعد ما نفرم المكونات بتاعتنا هننزل بعصير ليمونة ومعلقة كبيرة من الخل. نقلب بقى المكونات بتاعتنا كويس، وبعدين نبدأ نتبل السمك بتاعنا. وطبعا كمية التتبيلة تكون مناسبة لكمية السمك اللي احنا هنستعمله. هنتبل بقى السمك كويس جدا من بره ومن جوه. والسمك بتاعنا يعني عموما السمك مش بيحتاج ان هو يتنقع في التتبيلة مدة طويلة زي اللحمة والفراخ. يعني هنسيبه حوالي ساعة، ساعة ونص في التتبيلة. هعصر عليه شوية ليمون كده كمان واسيبه بقى يتبل براحته. وقبل ما احمر السمك على طول هنحضر الدقيق بتاعنا، نحط له رشة من الملح ورشة من الكمون، حاجة بسيطة جدا. ونقلبهم مع بعض ونبدأ ناخد السمك بتاعنا نشيل من عليه التتبيلة كويس عشان ما تتحرقش مننا في الزيت. ونقلبه كويس في الدقيق عشان هي هتدينا طبقة القرمشة اللي احنا بنحبها. خلاص هننزل بيه بقى في الطاسة، تكون حرارتها وسط، ما تبقاش عالية قوي عشان السمك ما يتحرقش مننا، عايزينه يستوي ويبقى كويس. يبقى النار وسط كده، اعلى من الوسط، حاجة بسيطة جدا. وبعد ما نحمر كل كمية السمك هناخد بقى الزيت بتاعنا نقسمه اتنين، جزء للصلصة وجزء للرز، يعني مش هنهدر اي زيت معانا خالص. لعمل الصلصة بقى هننزل ببصلتين كبار، نقلبهم شوية في الزيت لحد ما يبدأوا يصفروا معانا. وننزل عليهم بمعلقة من الفلفل ومعلقة من الثوم. الصلصة بتاعة السمك بتحب البصل الكتير، فاحنا هنكتر شوية بصل كده حلوين عشان ايه الطعم معانا يطلع جميل. 2 كيلو سمك هياخدوا معانا بصلتين كبار، ومعاهم لتر من عصير الطماطم. وبصلتين كبار يعني كبار حلوين، يعني مش وسط كده، لا كبار. هنقلب بقى الطماطم مع البصل، هنزود معاهم ملح وفلفل وكمون. مفيش ابسط بقى من كده بهارات، يعني اكتر حاجه عايزين نقتصد فيها برضو البهارات اليومين دول. هنسيبهم بقى على النار يتسبكوا على نار هاديه عشان الصلصه ما تتحرقش مننا. وبعدين هننزل بربطه كبيره من الكزبره وربطه كبيره من الشبت. الوصفه برضو دي بتحب الايه الخضره الكتير، زيها زي المحشي او اكتر كمان. المهم بقى هنديها تقليبة بسيطة خالص على النار حوالي دقيقتين مع بعض. وبعدين هناخدهم ننزل بيهم على السمك بتاعنا، وندخلهم الفرن حوالي ربع ساعة يشربوا من طعم ايه بعض كده ويبقى جميل جدا. وممكن نحطهم على عين البوتاجاز عادي من فوق، بس الطريقة دي كمان جميلة جدا جدا. هنروح بقى نحضر الرز بتاعنا اللي هنستعمل فيه الزيت اللي احنا محمرين فيه السمك في اول الفيديو، اللي هيدي طعم جامد جدا جدا للرز، هينقله في حتة تانية خالص. وكمان البصل لازم يكون كتير معانا برضو، 3 بصلات كبار لكيلو الرز. اهم حاجة بقى معانا ان احنا نفضل نقلب باستمرار عشان عايزين لون البصل يكون واحد، وكمان ما يتحرقش مننا. وعايزين درجة اللون تكون مظبوطة معانا، نفضل نقلب نقلب لحد ما نوصل للدرجة دي. بس مش عايزينه يتحرق، احنا عايزين الدرجة اللي قبل الحرقان على طول، بس ما يتحرقش مننا عشان ما يمررش. خلاص هننزل عليه برضو بالمية، ما ننزلش بالرز، عايزين ننزل عليه بالمية والملح ورش صغيرة خالص من الفلفل، مش هنحط اي بهارات تانية ولا اي افتكاسات، هي كده بالظبط اهم حاجة عشان اللون يفضل يطلع مظبوط معانا. البصلة توصل للدرجة دي، وكمان المية تغلي معاها شوية وننزل بالرز. وطبعا المعيار بتاع المية والرز، كوباية الرز عليها كوباية مية. وانتوا بالنظر يعني زي ما انتوا متعودين هتسقوا الرز بتاعكم. بنسقي الرز المية ويدوبك اول ما تغلي بنهدي النار خالص ونغطي ونسيبه براحته، ما نكشفش عليه الغطا تاني ابدا. بيطلع معانا بقى مستوي وجميل ومفلفل زي ما انتوا شايفين كده، وهيعجبكم جدا جدا جدا. جربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم. ويعني اللون مظبوط والطعم وكل حاجة جربوها. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وتعملوا شير وتكتبوا لي كومنت وتفرحوني، يعني حسسوني ان انتم موجودين معايا في الصفحة. واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.